اهلا بكم مشاهدينا من جديد. اول فقره النهارده هنتكلم فيها عن الرياضه. امبارح كلنا تقريبا تابعنا مباراه مصر وانجولا واللي انتهت بالتعادل السلبي. مباراه كانت هاديه في النتيجه ولكن مليانه بالتفاصيل. التعادل كان كافي جدا عشان منتخب مصر يضمن الصعود رسميا لدور ال 16 في البطوله وهو متصدر للمجموعه، وده طبعا كان الاهم في هذه المرحله. المباراه شهدت تحفظ من الفريقين، كان في تركيز دفاعي واضح ومحاولات محدوده على المرميين. ده مع ده نقدر نقول ان هو اتسم بالانضباط اكتر من المخاطره. ودلوقتي السؤال بقى، هل منتخبنا لعب على قد النتيجه ولا في حاجات محتاجه ان هي تتغير قبل الادوار الاقصائيه اللي جايه؟ النهارده بنحلل ونعرف التفاصيل من خلال ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عادل عطيه. برحب بيك يا استاذ عادل واهلا ربنا وسهلا. يخليك يا هشام، ودايما سعيد بكون موجود معاك، ودايما في تألق كده. يا رب ربنا يبارك في يخليك. حضرتك، سعاده والله بتكون متبادله ربنا جدا، يخليك. وان شاء الله رب بقى سنه سعيده على حضرتك يا وعلى رب كل كل سنه وانت طيب، مشاهدينا ان شاء الله. كل شعب مصري بخير يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله. امبارح طبعا احنا كنا داخلين المباراه مرتاحين، طبعا. كده كده انت ضامن اول مجموعه، وشفنا تقريبا فريق تاني خالص اللي كان بيلعب، بخلاف بقى مباراه زيمبابوي او حتى مباراه جنوب افريقيا. هل ده كان تفكير منطقي من كابتن حسام حسن يريح النجوم بتاعته ويديهم القدره الكامله عشان يقدر يكمل دور ال 16 وهو مستعد استعداد كامل؟ بص يا استاذ هشام، هو اللي حصل في الجوله الاولى والثانيه امم ان فوز على زيمبابوي ثم جنوب افريقيا بعد الماتش القوي جدا والعنيف والمهلك جدا، اه اللي استنفذ قوه وجهد كتير قوي، جهد بدني وذهني من اللعيبه. امم خلاك على راس المجموعه متصدر وضامن ان انت اول مجموعه، فادى ارتياحيه كبيره جدا لكابتن حسام اللي هو يفكر بجرأه كبيره جدا. يعني اللي عمله امبارح ده جرأه كبيره يحسب جدا. يحسب ليه. طبعا ان هو امم عمل، يعني انت 11 تيم كامل، انت بالظبط. غيرت التيم الكامل. يعني انت دايما في كل بطوله ممكن تدخل عنصرين ثلاثه مع امم القوام الاساسي، لكن هو غير كله. يعني ال 11 لعيب اتغير من اول حارس المرمى لغايه المهاجم. امم فدي عاوز ممكن تحت جرأة، ثقة في اللعيبة، ثقة في التجهيز، اللي هو مجهز كل البدلاء او كل دكة الدكة بتاعت الاحتياطي، اللي هو يبقى برضه في اي وقت يبقى جاهز. ده شيء، لكن المردود اللي شفناه جوه الملعب ما كانش من امم مستوى الاداء الفني المنتظر او اللي منتظرينه. طبعا 11 لاعب بيلعبوا اول مره مع بعض، مفيش تجانس، مفيش امم هارموني بينهم، لكن كانوا يعني كان عندهم اصرار، وكان عندهم ثبات انفعالي بشكل كبير جدا امم طوال الشوط الاولاني. اما بقى عمل بعض التغييرات في الشوط الثاني، نزل حمدي فتحي، زيزو. نزل زيزو، امم تحس ان بقى في شكل للمنتخب، تقدر تبني هجمه تطلع قدام، اتخلق وده فرص كمان خلق فرصه على اثنين المرمى. وثلاثه اه مؤكده. لكن انت طول الماتش انت مضغوط برضو من انجولا، مضغوط من اللعيبه، وكان في اكتر من كره طلعها مصطفى شوبير، كره في القائم، كره طلعها، يعني كان في امم مضغوط. لكن انت خرجت باللي انت عاوزه، لكن هي مجازفه، اه مجازفه طبعا كبيره جدا. واللي خلى حسام حسن يعمل المجازفه دي ان هو واثق اللي هو بقى اول، بايا امم كان النتيجه اول. لكن طبعا ما كانش شكلها هتبقى حلو اللي انت ممكن تتغلب، لكن امم التعادل الى حد ما مقبول ب7 نقاط من صدر المجموعه. اداك الامتحان تلعب مع الثالث من المجموعه الاولى او الثالثه او الرابعه، يعني برضو اداك امم هاند كويس. لكن شاف على الطبيعه بقى، ومحك قوي جدا اه ومحك مهم جدا، بعض العناصر اللي هي البديله مين اللي اللي لفت ممكن. نظرك يا استاذ عادل؟ والله لفت ممكن نظري. مشاركته بعد كده تكون كويسه ومؤثره وما نحسش بفرق ما بين دكه وما بين اساسي. يعني فتوح كان الى حد ما مميز. امم مهند النشير قبل ما يطلع عمل جهد كبير جدا. حسام عبد المجيد لما نزل برضو يعني الى حد ما برضو صمام امان. امم لكن المنطقه الاماميه ما حسيتش بيها، يعني صلاح محسن. صلاح محسن ما حسيتش بيه خالص. امم ابراهيم عادل عنده حته فرديه. الفرديه كانت رهيبه من في الماتشين اللي لعبهم الصراحه. بالظبط، عنده الفرديه، ما عندوش بس تعاون. يعني هو بس لعيب ما كان خطير، طبعا هو لعيب لعيب خطير ولعيب كواليتي هاي. موهوب ولعيب بس عنده امكانيات عاليه ما جدا. كانتش الفرديه مسيطره عليه بالشكل ده قبل كده. بالظبط، هو يعني عايز هو يقول انا اهو. بالظبط عاوز يقول انا موجود، وعاوز ابقى من ضمن الاساسيين وضمن الموجودين بشكل اساسي في فكر وعقليه كابتن حسام حسن، يبقى هو اختيار على طول مم. قدامه جاهز. بس الاداء ده ممكن يدي نتيجه عكسيه يا استاذ عادل. طبعا، ما هو ده اللي حصل. اه يعني فعلا ده اللي لفت نظر الناس كلها، ان هو على طول بياخد الكوره بيمشي بيها كتير قوي، بيعمل دريبلينج كتير جدا. اه
عاوز يثبت الوجود، عاوز يجيب هدف، عاوز يقول أنا هنا. لا هو مش محتاج يثبت وجوده، هو طبعا لعيب كبير واحنا طبعا كلنا بنعلم لا، ده. يبقى ليه مكان اساسي في منتخب مصر. ماشي، ما هو بس هو ليه مكان طبعا، هو اكيد. ليه مكان، لكن عاوزه يعني يتخلى شويه عن الفرديه. مم. عارفين ان انت لعيب كبير وانت لعيب مهاري عالي جدا وعلى اعلى مستوى، بس يبقى في التعاون هي حلو. المرحله دي احنا المفروض تخطيناها بقى، بالظبط، يعني دي همسه في اذن يعني ابراهيم بالظبط. عادل. طبعا احنا تخطينا مرحله ان انت لعيب محترم، دي طبعا عارفينها طبعا كلنا. طبعا. التعاون بقى ويكون في جماعيه، ده اللي احنا ده اللي عايزينه عايزينه يعني. كمان. مصطفى شوبير برضه دايما في اي مناسبه مهمه اه بيتواجد فيها بيثبت وجوده. فعلا كان طلع كذا كره خطيره جدا، كان الرياكشن عنده عالي جدا، كان عنده حضور، عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا. فبعض ده الثلاث اربع عناصر اللي هم ادوك الارتياحيه اللي ممكن يبقى عندك برضو بعض البدائل القويه. مصطفى محمد اخباره ايه؟ برضو في حته اللياقه البدنيه بتاعته قليله جدا، مش جاهز بدنيا. مم. برضو عنده حته فرديه. طب هل كان في اللي بيخدم عليه عشان برضه لا مستواه يظهر؟ لا، ما عشان هو ما ده نقولش ما ما نظلموش احنا برضه. قلنا من الوص مين اللي موجودين. مهند الى حد ما، ومهند شغله كله دفاعي، مم. ما يقدرش يبني الهجمه. يعني ما كانش فيه في الشوط الاولاني لعيب رقم 10 عقليه يعمل، يبني ويحضر ويوزع. مم. عقليه، يعني راجل لعيب زي ما بيقولوا صنايعي في وسط الملعب كده، يدي لداوي ويوزع لداوي ويدي المهام ده ويعمل ثرو باس يوصلك للجون. لا، دي ما كانتش موجوده. حد كده كواليتي مثلا ابو تريكه، عبد الله السعيد، بالظبط. الناس اللي هي دي. امام احمد عاشور حسن. يعني مم. يعني بالنسبه موجودين. امام عاشور لو كان موجود كان هيفرق كتير جدا. لا، في لعيبه كانت هتبقى موجوده تفرق. اما نزل حتى الشوط الثاني تحس بفرق. اما نزل زيزو، مم. نزل حمدي فتحي، زيزو ضيع فرصه. ما اداش. بصراحه يعني لان برضو كانت زيزو عايزه قرار كده على وفيرست طول تايم خلص. خلص، ويعني كانت هدف مؤكد يعني. فدي كلها ده اللي شفناه امبارح في الماتش بتاع انجولا، وده اللي حسام حسن جازف بيه وعمل بيه المباراه. ربنا سلم وما حصلش اي خساره. كانت الخساره كنت هتخش في حته تانية مش حلوه يعني. نفسيا على الاقل. نفسيا، ما انت خلاص الاول، ما انت الاول. ما هو ده اللي ادى الارتياحيه لكابتن حسام حسن يعمل اللي هو غير تيم كامل. هي اللي هو واثق اللي هو اول وخلاص مصدر المجموعه ايا كان النتيجه. لكن طبعا اما تكون تكسب وتدي اداء عالي جدا، كان الكلام ده كله في الشوط الثاني ما حصل تبديلات وتغييرات. اللي نزل بقى زي ما قلنا كذا لاعب، كذا عنصر عمل، قدرت تبني، قدرت توصل، قدرت تضيع اهداف. انت الشوط الثاني كله ما طلعش غير الكوره بتاع حسام عبد المجيد، اللي الهيدر اللي جت فوق العرض. بس بصراحه كانت واصله له جامده شويه. جامده شويه. جامده شويه، اللي هي الدبل كيك بتاع مصطفى محمد. بالظبط. فاذا انت يعني لازم، بس الفتره اللي جايه بقى محتاجه شغل كتير جدا من كابتن بعد كده الفرصه اللي بتضيع ما بترجعش. فده درس بقى احنا لازم برضو نتعلمه يعني. طبعا انت دخلت على انت دلوقتي في المرحله النوك اوت بقى خلاص. دور ال 16 هتقابل ايا كان مين هتقابله. برضه هيبقى فيه لازم تعملوا حساب. لازم اي فريق تعمله حساب. برضه اللي عنده طموحات، اللي عندك عنده الفكر اللي عاوز برضه يطلع، عاوز يكمل، عاوز يوصل لاعلى نقطه حتى لو كان قليل في امكانيات الفنيه. لكن انت بتشوف الماتشات البدني عالي جدا. يعني ماتش زي الكاميرون وكوت ديفوار، ده كان صراع جبابره، تكسير عظام. بالظبط. يعني كل واحد بيقول انا هنا. فانت برضه ما انت الادوار يا ريت الفرق دي تخلص على بعض، تخلص على بعض بدري ونقابل احنا فرق لطيفه بالظبط. فدي كلها حاجات لازم كابتن حسام حسن يعمل حسابه في الفتره اللي جايه. انت ممكن تلعب بنين، على هو فكره بيقولوا ده الوارد اكتر يعني. الوارد اكتر. وممكن لو السنغال برضو البطوله دي يعني بدات قويه. على فكره في امل ولو بسيط انك تقابله. طبعا وارد. ودي مفاجاه. لان السنغال اول ماتش عمل ماتش كويس. الماتش الثاني لا، كان قدام جمهوريه كونغو. لا، كان كونغو قويه مش ضعيفه، احرجتهم بشكل كبير جدا. رغم من وجود الموجوده ساديو ماني وكذا لعيب. هم 4 نقط بيتهيألي. هم 4 نقط. والكونغو 4 نقط. فممكن لو البنين عملت مفاجاه مع السنغال، ممكن السنغال تنزل ثالث. ممكن تلعب السنغال وتقابلك. كرة القدم فيها كل حاجه. فلازم كابتن حسام حسن يبقى جاهز لعيبته نفسيا وبدنيا وذهنيا، اللي انت
هتقابل فرقه قويه. هو مش معنى ان انا اول وان هلاعب ثالث ان الثالث ده بعيد عني، لا بالعكس لا، ملهاش ما علاقه احنا قبل خالص. كده بقى لعبنا ثالث في 2019 تقريبا، 2019 كان معانا عندنا اللي احنا خرجنا جنوب فيها من جنوب افريقيا افريقيا. وهي طلعتنا. ايوه. فده مش يعني دي مش مش قاعده. مش قاعده. مم. مش قاعده، لازم انا اجهز لعيبتي بشكل كبير جدا، وانا ادرس بقى. ما انا شفت بنين وشفت السنغال وشفت جمهوريه الكونغو، شفت مم. الفرق كلها لعبت قدامي جولتين بشكل جدي. اه. فانا بقى اشوف نقد الفريق اللي عن الجهاز المعاون، مم. المحلل الاداء اللي بيجهز بيذاكر بيشوف اللي بيقطع اللعيبه تحركاتهم، نقط القوه والضعف الفرق اللي احتمال تلعبها. مم. لازم انت مذاكرها كويس جدا وتحفظها للعيبه. وعندنا وقت على فكره، احنا الماتش القادم يوم الاثنين اللي جاي تقريبا 5 يناير، لسه قدامنا حبه لسه حلوين. قدامنا حبه حلوين، مم. يعني تقريبا يعني اسبوع تقريبا. اسبوع. فيعني عندك، والنهارده هتعرف مين هتلاعب مين. مم. اما يعني بعد الماتشات النهارده او بكره بالكتير قوي هيبقى خلاص الجوله الثالثه خلصت، عرفت بقى مين هيلاعب مين اذا هتبقى عرفت مين المنافس بتاعك في المرحله اللي جايه. وبعد كده الجدول مديك الهاند او الفكر اللي انت لو ان شاء الله تخطيت في الدور 16 فريق ما، سواء البنين سواء السنغال اي اي مم. فريق، هتلاعب مين. يبقى عندك فكر مستقبلي يعني. طبعا طبعا انت لازم تجهز. صحيح انت بتاخد كل مرحله ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، مم. عشان تقدر تتخطى وتذاكر وتركز بشكل كبير. تخطيت المرحله دي، هتخش بقى في المرحله المهمه اللي هي دور الثمانيه. يبقى انت بقيت دخلت من الثمانيه الكبار اللي بقت اعتاب، تخش في دور الاربعه النهائي. فدي كلها يا رب. خطوات السباقيه اه. بتديك دافع وطموح كبير جدا، اللي انت تكمل مشوار وتوصل ابعد نقطه في المعترك الافريقي. طيب انا شايفه شرس بصراحه. هل يا استاذ عادل كابتن حسام فكره هيتغير في المباريات الجايه، ولا هيمشي بنفس الوتيره؟ لازم على مستوى التشكيل وعلى مستوى التكتيك الاثنين. هو التشكيل مش هيتغير. التشكيل هيلعب بالتشكيل اللي لعب بيه ماتش جنوب افريقيا طبعا مع محمد هاني، هيكون موجود لانه كان خلاص الطرد راح خلاص من ماتش انجولا. هيكون موجود في الماتش. كان متحمس شويتين بس يلا الحمد لله خير. معلش خير. وارد في كرة القدم، بس يعني الحمد لله ربنا يسلم يعني. فانت طبعا اكيد هيلعب نفس التشكيل، بس التكتيك هيبقى عامل ازاي؟ هو ده السؤال. التكتيك هتلعب برضه بتوازن دفاعي هجومي، ولا بتأمن بثلاثه زي ما عمل ثلاثه في الخط مثلا لاعب رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم مع قدامهم حمدي فتحي بيأمن. والله انا شايف ان ده السيفتي بتاعنا بالظبط. احنا كده ده الضامن. وهو يعني كابتن حسام اجاد في الحته دي فعلا في ماتش جنوب افريقيا. افريقيا. فانا اعتقد هو ده الفكر هيبقى ماشي بيه. المنافس انت ان شاء الله قدرت في اول الشوط من هجمات مثلا امام عاشور مع مرموش مع صلاح مع تريزيجيه، قدرت انت تخطف هدف وتبقى ليدر في الماتش، تبقى انت متسيد المباراه، تبقى انت تستحوذ كاداء ونتيجه، هتديك افضليه ممكن تغير وتبقى الشكل يتغير خالص. الهدف المبكر كمان ممكن يفرق كتير نفسيا والثقه كبيره جدا فيك، واللي انت خلاص راكب الماتش من بدري، دي هتديك يعني افضليه كبيره جدا. لكن طول ما الهدف بيتاخر، طول ما الدنيا بتتوتر، طول ما الارتباك بيبقى موجود في اللعيبه، لان اي هدف عكسي هيحصل ارتباك. فده احنا عاوزينه ما يحصلش. زي ماتش زيمبابوي برضه انت ربنا سترها معاك في الدقيقه 91 بالظبط. وقول زيمبابوي ايا كان النتيجه كانت، انت عندك دوري المجموعات ممكن تتعوض، لكن ده مفيش تعويض. لا يعني لا قدر الله اللي بيخسر لا قدر الله بره باي باي. فدي كلها هتبقى مشكله كبيره جدا. كمان في عندنا برضو نقطه مهمه جدا في صالحنا، الجمهور المغربي. الجمهور المغربي ما شاء الله عامل ملحمه. يعني انت شجعك في ماتش جنوب افريقيا بشكل غير طبيعي، ساعه كامله. ساعه كامله. وكله بيآزر ويساند، فانت كنت محتاج جمهور في الوقت ده، انت كنت مزنوق جامد. لا وبعدين اغادير خلاص ده بقى ملعبك اللي انت هتكمل عليه لانك اول مجموعه. فبتكمل كل ما تكسب هتكمل في نفس المكان، وهتلاقي مسانده ومؤازره كبيره جدا. انت ممكن لو انت ربنا موفق وان شاء الله نتمنى يحصل كده تكمل، هتوصل للفاينل، ممكن تقابل المغرب في النهائي. هتبقى هو المغرب هتقابل في الفاينل، هتقابل المغرب لو انت كملت يعني. وهم كملوا بشكل ناجح، هتبقى برضو كون انك توصل برضو للسيمي فاينل، دي برضو انجاز. انجاز في ظل
اللعيبه والمنتخبات القويه والنظام اللعب القوي البدني الشرس، ده كويس. لكن انت طموحك، انت منتخب مصر، منتخب مصر انت ليدك 7 بطولات افريقيه، انت الوحيد. انت الوحيد المتصير، انت عامل ارقام قياسيه كبيره جدا، مم. الاكثر مشاركه، الاكثر تحقيق فوز في البطولات الافريقيه، 62 انتصار، 113 مش عارف ايه، كله مم. انت الاكثر. فاذا دي كلها دافع وحافز كبير جدا للعيبه. واعتقد كابتن حسام مش هيتوصف حته الدافع والحماس دي ده هي دي اللي جواه. بتميزه يعني. دي جواه. اه. فهينقلها باللعيبه بشكل كبير جدا، مع الالتفاف والمسانده من كل الناس. بس يعني الحقيقه يعني اللي حضرتك تشوف ماتش جنوب افريقيا بالذات، انا دايما بقول ليه الناس كان فعلا في كل المنتديات والشوارع والكافيهات والانديه اللي بتذيع الماتشات راضي. راضيه، وكان فرحانه فرح غير عادي، انت كسبت وتاهلت. مم. فاذا حصل ما هو الالتفاف بيجي من ايه يا استاذ هشام؟ بيجي من الفوز، اداء، فوز، شكل كويس. طبعا. فبيدي الناس كلها خلاص انت بتخدم بقى، لا انا اشجع منتخب، اخد بره، هقف على منتخب مصر، هسانده ههزله بشكل كبير جدا. ما ده اللي حصل مم. اما بتعمل اداء حتى تصريحات وبتكسب. كابتن حسام بقت اكثر ود. بالظبط. يعني احنا في وقت سابق كنا بننتقد طريقه تصريحات وتعليقات، ولكن دلوقتي لا، في الدنيا هدوء، اتغيرت كتير. في هدوء، بقى في في ثقه، هدوء بالظبط. في هدوء، في ودي ثقه، في تحسب حكمه. للكابتن حسام. طبعا في مم. هدوء، في حكمه. ما هو ده المفروض يتحلى بيه مدير فني منتخب مصر. مم. انت اكبر دوله افريقيه في كل حاجه انا على فكره. حاسس ان بقى عنده سلام نفسي اكتر. طبعا ده لاني ده, ده, خلاص ده اللي وصلني وانا بشوف حتى مؤتمرات صحفيه او حقيقي، لان اللعيبه بدات تكتسب الخبرات الدوليه كبير جدا، وعندها نضج كبير جدا، وبقت تقدر تتعامل مع المواقف الصعبه. هو كمان وثق في نفسه اكتر. بالظبط، لان خلاص الشغل بتاعه بان. يعني انت بتعمل شغل وبتعمل تجتهد وفي محاضرات وبتقطع الماتشات وتوصل المعلومات، لكن لما تلاقي الانتاج بتاعك مم. في نجاح، بيديك ارتياحيه وثقه كبيره جدا، وتقدر تكمل المشوار بشكل مميز. مين مرشحين بقوه للقب يا استاذ عادل من وجهه نظرك، بعيدا عن التاريخ والارقام، بنتكلم في الواقع دلوقتي الواقع انا من خلال شايف مستوى الفرق المشاركه؟ بالظبط. انا شايف طبعا المغرب، يعني حتى لو تعثرت قدام مالي، لكن امبارح عملت ماتش قوي جدا قدام زامبيا. حتى لو منافس ضعيف، لكن الفريق عنده بدائل وعنده قوه وعنده جمهور وعنده حافز وعنده دافع كبير جدا. ده ممكن يكون حافز بشكل اكيد اساسي، طبعا، ولكن ممكن يجيب نتيجه ضغط، عكسيه، ممكن ضغط كبير. ضغط. بس الناس واثقه في منتخبهم، لان بقالهم من 76 ما خدوش مشكله البطوله. منتخب المغرب ده يعني كبير. على مدار التاريخ منتخب محترم جدا جدا، ودلوقتي طبعا هو وصل للتوب فورم، توب في كل حاجه. ولكن 50 سنه انت ما خدتش البطوله، انت دي خدتها برضه مره واحده. علامه استفهام كبيره جدا. هم فايزين بيها مره واحده بالظبط، هم 76 بس. اه وما كانت في ارضهم برضه. اه فاذا وعمل بقى 88 في ارضهم بس ما خدوهاش، خدها تقريبا نيجيريا. لا، هي البطوله الوحيده اللي اللي خدوها هي دي 76. 76. ف فهي فرصه كبيره جدا ان انت في الليفل عالي جدا، وكل لعيبه محترفه، وكل لعيبه عندها ثقه في الجمهور، عنده ثقه في لعيبته بشكل كبير جدا. فالمغرب مرشحه بقوه جدا. انا برضو شايف الكاميرون قويه جدا. كوت ديفوار حدث ولا حرج، عندها قوه بدنيه واسماء ولاعيبه ولاعيبه في الدول، في مان يونايتد، في تشيلسي، لا لعيبه قويه جدا. كنا بنسمع الحاجات دي زمان نخاف. لا، ما احنا عندنا، لا احنا عندنا برضه، عندنا بقى مرموش، وعندنا صلاح، وعندنا مصطفى محمد. لا عندنا لعيبه كبيره جدا يعني. فانا بقول المغرب، بقول السنغال، كاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا مش وحشه، يعني عندها افضل من 3 لعيبه جامدين جدا، لوكمان واوسيمان، لا لعيبه تقيله، وجاكسون، عندهم 3 لعيبه جامدين جدا. الجزائر مش وحشه، الجزائر برضو ماشيه بشكل جيد. فاذا عندك 4 5 منتخبات او 6 منتخبات. تونس برضو رغم ان هي تاخرت قدام نيجيريا، لكن يحسب لها رجعت بقوه قدام نيجيريا، وكان ممكن لو في توفيق كان ممكن تتعادل مع نيجيريا. فنيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، دول قوه كبيره جدا. مع المغرب، مع الجزائر، مصر طبعا ده اساسي، هي الاساسي. ان شاء الله كده نبارك لبعض والله يا استاذ يا عادل. رب ان شاء الله. انا متفائل جدا. وعاوز اقول حاجه كمان، اما تكون الدنيا ماشيه معاك، يعني ما شاء الله الدنيا مع كابتن حسام حسن، هو بيجتهد طبعا وبيبذل جهد كبير جدا فكري وذهني، بس ربنا ممشيها الحمد لله، والدنيا ميسره. فاذا اما تكون ربنا ميسره مفتوحه،
يبقى ان شاء الله هتكمل الاخر كده. ممكن دي تكون علامه يا مارد. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا رب خير، كل إن شاء الخير. الله. بنشكرك جدا يا استاذ ربنا عادل، يخليك يا أستاذ هشام. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. طبعا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عادل عطيه بنشكره كل الشكر على وجوده معنا. وهنطلع لفاصل مشاهدينا، بعد الفاصل نرجع ليكم وعندنا فقره اخباريه تحليليه محترمه جدا من خلال ضيوف مختصين، سياده اللواء دكتور محمد زكي الالفي المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، وايضا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سليمان جوده.